الغلطان. طيب بما اننا بنتكلم في الموضوع ده، خلينا نعرف اخر المستجدات فيه. ناخد مكالمه تليفون من الاستاذ محمد مظهر الناقد الرياضي وهكمل مع حضرتك، وحضرتك برضو معايا لو حضرتك عايز تساله على اي حاجه. استاذ محمد مساء الخير. مساء الخير كابتن سماح، وتحياتي لحضرتك وللمحترم الدكتور كمال درويش. الله يخليك يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بيك. اخر المستجدات ايه؟ والله هو كان مجلس اداره النادي الاسماعيلي كلف النهارده الكابتن اشرف خضر بتولي المهمه الفنيه خلفا للكابتن احمد حسام ميدو. الكابتن احمد حسام ميدو مصر على الاستقاله، وكان المفروض النهارده اللي هو ياسين طاهر محافظ الاسماعيليه وجه الدعوه لرئيس النادي الاسماعيلي وكابتن احمد حسام وكابتن حسني عبد ربه. كابتن احمد حسام اعتذر ونزل بيان رسمي على صفحته بيعتذر لسياده المحافظ عن حضوره النهارده، وهو خلاص اخذ قرار رسمي بعدم العوده للنادي الاسماعيلي، ووعد بزيارته الاسبوع المقبل يعني عشان ما يزعلش وكده. النهارده كابتن اشرف خضر اول قراراته منع حسني عبد ربه من حضور التدريب لحين انتهاء التحقيق معاه، بما يشير ان مجلس اداره الاسماعيلي المجتمع حاليا هيحول حسني عبد ربه للتحقيقات. الانباء الوارده وهي ليست يعني لسه مش مؤكده، بس في النهارده بعد الكلام حصل. اولا الاستاذ وليد الكيلاني عضو مجلس اداره النادي الاسماعيلي كلم الكابتن اشرف خضر بعد ما تم تكليفه بتولي المهمه، قال له يا كابتن احنا مساندينك، هتاخد وقتك وهتاخد حقك. ما دار في الكواليس ان هم يسندوا الكابتن اشرف المباراتين القادمتين قدام المقصه بالاسماعيليه وقدام انبي باستاد بتروسبورت. الكابتن اشرف لو حقق 4 نقاط خلال المباراه هيتم الدفع باشرف خضر كمدير فني رسمي. حصل اي تعثر في اي من المباراتين هيتم البحث عن مدير فني ذو اسم خبره، واقرب المرشحين والاسماء اللي طرحت من بعض المقربين لاعضاء مجلس الاداره الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الاولمبي، والكابتن احمد حسن المدير الفني السابق لفريق بتروجيت. تمام. بالنسبه للاجواء في الاسماعيليه طبعا الناس منقسمين. انا يهمني جدا اعرف الناس رايها ايه في الاسماعيليه. في انقسام ما بين مؤيد لحسني وان حسني ابن البلد وابن النادي، وفي ناس ضد وجهه نظر حسني وان احمد حسام ميدو لم يخطئ الا ونحط تحتها 100 خط ان كابتن احمد حسام الكلمه الوحيده اللي اخذها عليه الجميع في الاسماعيليه هي يانا يا حسني، يانا يا حسني. والناس بتوجه ليه لوم ان دي قله خبره منه، هو المدير الفني وممكن ما كانش يطلع في الاعلام ويقول الكلام دوت ويطلع حسني بره التشكيل في اي مباراه، هو المدير الفني ومحدش هيساله، انما اعلانها هو اللي فجر الاوضاع في الاسماعيليه. ولكن يعني الجزء اللي هو مش متعاطف مع حسني عبد ربه بيقول ان حسني مسيطر على النادي، بيتدخل في القرارات الاداريه، عمل مشاكل مع محمد صبحي، مع شيكابالا، مع احمد سمير فرج. ولكن الامور حاليا الجميع ينتصر قرارات مجلس الاداره، وهي يعني البشاير كده او الكواليس بتقول ان هيتم ايقاف حسني عبد ربه وتغريمه مبلغ لم يقل عن 250,000 جنيه. طيب اخر سؤال ليا، مين النسبه الاكبر اللي ضد حسني ولا اللي معاه من الناس؟ والله انا ما اقدرش اقول لحضرتك، ولكن كله ليه توجهاته وكله ليه يعني زي ما قال الدكتور كمال منذ قليل ان جمهور الاسماعيليه صعب، ولكن انا عاوز اقول للدكتور كمال هو الجمهور مش صعب ولا حاجه. عقليات الجمهور يا دكتور اتغيرت. يعني كان زمان كنت بروح الاستاد مع والدي، اغلب الاستاد كان ناس كبيره، ناس في الاربعينات وناس في اواخر الثلاثينات، انما النهارده سن 14 سنه، سن 15 سنه، السن المتهور هو اللي موجود على الفيسبوك، هو اللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، هو اللي يعني بيحرك البلد. وللاسف بعض المسؤولين الكبار بيمشوا ورا توجهات اطفال صغار السن. تمام. اشكرك استاذ محمد، اشكرك على مداخلتك وعلى المعلومات الحقيقه اللي افدتنا بيها. نفس حضرتك ليك